واش ناوي تشري هاتف جديد؟ دير ستوب. هاد الفيديو غادي يوفر عليك فلوس والوقت. اليوم غادي نشوفوا أفضل 5 هواتف 2025-2026 حسب الأداء، الكاميرا، البطارية والسعر. والهاتف رقم 3 اختيار ذكي بزاف. الهاتف رقم 5 جوجل بيكسل 9 برو. نبداو بجوجل بيكسل 9 برو. هاتف كيبرع في اللي باغي كاميرا طبيعية وتصوير ذكي. كيمتاز بنقاط القوة، كاميرا ممتازة بالذكاء الاصطناعي، تجربة أندرويد صافية وسلسة، تحديثات طويلة من جوجل. نقطة ضعف حقيقية ديال جوجل بيكسل 9 برو: الشحن بطيء مقارنة مع المنافسين. السعر التقريبي كيتراوح الثمن ديالو ما بين 8500 درهم و 9500 درهم، أي بين 900 دولار إلى 1000 دولار. الهاتف رقم 4 شاومي 15 ألترا. شاومي 15 ألترا وحش المواصفات بسعر أقل من المنافسين. كيمتاز بهاد نقط القوة: كاميرا قوية جدا ليكا، أداء عالي في الألعاب، شحن سريع جدا. عيب واقعي ديال شاومي 15 ألترا: الواجهة ماشي مفضلة عند الجميع. السعر كيتراوح الثمن ديالو ما بين 10800 درهم و 12000 درهم، أي بين 1100 دولار إلى 1200 دولار. الهاتف رقم 3 اختيار ذكي: وان بلس 12 تي. هاد الهاتف هو المفاجأة، توازن ممتاز بين السعر والأداء. علاش اختيار ذكي؟ شاشة سريعة وسلسة، أداء قوي في الاستعمال اليومي، بطارية ممتازة. العيب ديال وان بلس 12 تي: الكاميرا جيدة لكن ليست الأفضل. السعر كيتراوح الثمن ديالو ما بين 5000 درهم و 6000 درهم، أي بين 500 دولار و 600 دولار. الهاتف رقم 2 ملك الأندرويد بلا منازع، سامسونج S25 ألترا. نقاط القوة: الشاشة الأفضل في العالم، كاميرا متعددة الاستخدامات، أداء قوي جدا. عيب صريح ديال سامسونج S25 ألترا: السعر مرتفع. السعر كيتراوح الثمن ديالو ما بين 15000 درهم و 19900 درهم، أي بين 1500 دولار إلى 2000 دولار. الهاتف رقم 1 الأقوى: آيفون 17 برو ماكس. أقوى تجربة متكاملة: آيفون 17 برو ماكس. علاش رقم 1؟ أداء ثابت وقوي، فيديو احترافي، عمر طويل مع التحديثات. عيوب ديال آيفون 17 برو ماكس: السعر جد مرتفع، النظام مغلق نسبيا. السعر كيتراوح الثمن ديالو ما بين 16700 درهم و 22700 درهم، أي بين 1670 دولار إلى 2270 دولار. دابا قول لي، واش باغي كاميرا، أداء، ولا أفضل قيمة مقابل السعر؟ كل هاتف قوي والاختيار راجع ليك. إلا بغيت مقارنة مباشرة أو فئة متوسطة ورخيصة، اكتبها في التعليقات. ما تنساش الاشتراك في ساي اكس ريفيو